إيه ده؟ أنا مش مجنون، أنا مش المفروض أبقى قاعد هنا. أنا المهندس محي الشرقاوي، والحكاية بدأت لما كنت قاعد على الكنبة بتفرج على التلفزيون. لأن النجوم والكواكب وبذور الشمس والقمر بتقول كده. يا دكتور محمود، هل ممكن نقدر نبني هرم تاني زي هرم خوفو واحنا عندنا الامكانيات الحديثه دي كلها؟ لا يمكن، حتى لو في إمكانيات حديثة ومعدات وخلافه مش ممكن تقدر تبني هرم تاني، مستحيل. اصحى يا محي، اصحى يا ابن كفايه نوم. قوم علشان تبني الهرم. انت يا محي اللي ممكن تبني الهرم، انت الوحيد اللي تقدر. انت يا باشمهندس محي، انا واثق فيك. النجوم والكواكب واثقه فيك. إيه ده؟ أنا إيه اللي جابني هنا؟ هو الدكتور محمود اشمعنى جالي أنا بالذات؟ هل دي إشارة لحاجة معينة؟ وإيه حكاية إن أقدر أبني الهرم؟ وليه أصلا أبني الهرم؟ واشمعنى أنا بالذات؟ وهل ده ممكن أصلا؟ صحيت من النوم وأنا بكتب وبفكر، هل ممكن فعلا نبني هرم زي هرم خوفو؟ وطبعا بما إني مهندس فكان لازم الإجابة تكون هندسية، وابتديت فعلا في عمل دراسة لبناء هرم زي هرم خوفو. وعملت اتصالات وجمعت معلومات عن هرم خوفو، أبعاده وعدد الأحجار اللي اتبنى بيها ووزنها وشكلها واجيبها منين بالظبط. وعملت خطة لبناء الهرم، والخطة كانت إن المكان اللي هيتبني فيه الهرم هي المنطقة اللي جنب الأهرامات حاليا، علشان استفاد من نفس طبيعة الأرض في تحمل وزن الهرم الجديد. وفكرت في المكان اللي هجيب منه الحجارة اللي تكفي بنى الهرم، واللي هتعدي 6 مليون طن، وما لقيتش قدامي غير جبل الجلالة. وكانت الطريقة ببساطة إننا هننقل الحجارة من جبل الجلالة اللي هتكون الحفارات كسرتها لمكعبات وزنها ما يعديش 3 طن، وهنستخدم تريلات للنقل. وفي مكان الموقع هنستخدم 4 أوناش، كل ضلع من الأربعة هيكون فيه ونش. وقابلت المقاولين وابتديت اخد منهم معلومات عن المعدات والانتاجية بتاعتها وتكاليف ايجارها كمان. وطبعا ما كنتش بقول لأي حد انا ناوي اعمل ايه بالظبط، وفي النهاية قدرت الخص المطلوب بالتكاليف. وبعد ما خلصت الدراسة بالكامل كان لازم أقابل السيد المسؤول علشان أعرض عليه فكرة المشروع بالتفصيل. ولكن حصل حاجة غريبة لما قابلته. كفاية، أنا قلت كفاية، اخرج بره مكتبي يا مجنون. أنا عندي ليك خبر عجيب. تخيل كان عندي واحد من شوية عايز يبني هرم زي هرم خوفو. الناس اتجننت يا عزيزي. معاكم في قلب الحدث، تعالوا نشوف ازاي المهندس محي الشرقاوي عايز يبني هرم زي هرم خوفو. معقولة دي يا محي؟ معانا أحد جيران محي ونسأله إيه رأيك في محي الشرقاوي؟ الحقيقة المهندس محي دماغه لاسعة من بدري، تقريبا كده المهندسين كلهم كده دماغهم في الشلاحات. وساعتها الإعلام كله اتكلم والدنيا اتقلبت واتهموني بالجنون، وطلعت ترند على صفحات النت، المهندس المجنون اللي عايز يبني الهرم. وده اللي جابني هنا. الحقوا، المهندس محي اتجنن وعايز يبني الهرم. ألف مبروك يا سيدي الملك خوفو على افتتاح الهرم الأكبر. يا رب يكون قدم خير علينا وعلى توابتنا وأمواتنا الأحياء. فكرت هتسميه إيه يا سيدي الملك؟ أشكركم جميعاً، هنسميه هرم خوفو. القصة بدأت في الأسرة الرابعة لما فكر الملك خوفو يعمل حاجة مختلفة يفضل الزمن يفتكرها.
الملك كعادة المصريين القدماء كان بيؤمن بالحياة بعد الموت، وعلشان كده فكر يعمل مقبرة مختلفة على شكل هرم ضخم. فكرة الهرم نفسها ما كانتش جديدة ساعتها، كان في أهرامات تانية موجودة ساعتها زي هرم زوسر والهرم الأحمر، بس خوفو كان عايز الهرم اللي هيبنيه يكون مختلف عن أي هرم تاني. وبالفعل بدأ خوفو بالتفكير واختيار المكان اللي هيتبني فيه الهرم ده، وتم اختيار المكان اللي في الجهة الغربية من منف. ورغم صعوبة المكان لأنه ما كانش ممهد لبناء الهرم، لكن الأرض كانت صخرية صلبة تسمح بتحمل هرم وزنه هيعدي 6 مليون طن. وطبعا قبل بداية أعمال بناء الهرم كان لازم أعمال تسوية يشيلوا كل زوايد صخرية، وطبعا كانوا بيستخدموا معدات وأدوات بسيطة. الأحجار اللي اتبنى بيها الهرم جت من مناطق محاجر قريبة من الهرم، والجرانيت الأحمر من أسوان على مراكب خشبية بتمشي في النيل اللي كان ساعتها واصل لحد منطقة الهرم. ناس كتير كانت فاكرة إن اللي بنى الهرم عبيد، لكن العلم الحديث أثبت إن العمال كانوا ماهرين جدا، واتبنى ليهم مدينة كاملة جنب الهرم فيها مخابز وورش وأماكن للراحة، والأعمال كانت بتتم على ورديات مش وردية واحدة. الهرم اتبنى على مراحل، طبقة فوق طبقة، وكل حجر مكانه محسوب. ولحد دلوقتي العلم الحديث بيختلف ازاي رفعوا الحجارة، هل بمنحدرات او بأحبال، بس الأكيد ان العملية كانت منظمة ومحسوبة بطريقة هندسية دقيقة جدا. جوه الهرم في 3 غرف رئيسية، غرفة الملكة وغرفة الملك وغرفة تالتة محفورة في الصخر تحت. الهرم فيه فتحات كتير، كل يوم العلم بيكتشفها، ولسه لحد النهاردة مفيش تفسير واضح عن فايدتها. في ناس قالت إنها للتهوية، وفي ناس قالت إنها ممرات، وفي ناس قالت إنها تفريغ للضغوط داخل الكتلة الكبيرة دي. بس الأكيد إن المصريين القدماء كعادتهم كانوا بيحسبوا كل حاجة بمرجعية علمية. ولسه الهرم فيه خبايا وأسرار حتى بعد 5000 سنة العلم لسه ما وصلش لكل تفاصيلها.